بعض النقاط العملية لا تنسى. إياك وأن تستثقل عبادة لله عز وجل. البعض يصوم وفي قلبه يتململ، يعني يصوم وهو كاره للصيام، وخاصة في يوم حار يغلب عليه العطش. المؤمن المثالي الواعي يتلذذ بذلك. إنسان يبعثه أحد لمهمة، إذا تأذى في هذه المهمة ورجع يعطيه الجوائز، كلما تأذى يقول الجائزة أعظم، يتمنى أن يقع في الأذى وأوذوا في سبيلي. رب العالمين هكذا يقول في كتابه الكريم: لا يصيبهم ظمأ، اتفاقا الظمأ في الصيام، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، يعني هذه الأمور في سبيل الله إذا صارت كتب لهم. إذن لا تصم وأنت متثاقل، لا تقرأ القرآن وأنت متثاقل أيضا. البعض ساعة النشاط ينظر للتلفاز للحديث مع الغير، الأوقات التالفة يجعلها لقراءة القرآن، يقرأ القرآن وهو كاره. اجعل أفضل أوقاتك لتلاوة كتاب الله عز وجل. اتفاقا هذا المعنى إنما ذكرته لأن إحداهن من المؤمنات لا أعرفه على باب الحرم هذا قبل قليل، تقول: أنا نعم كانت لي برامج قربية إلى الله عز وجل، ولكن الآن أصبحت في مرحلة أستثقل الصلاة. قلت: في نفسي أي مرحلة هذه؟ إذن الدرس العملي لهذا اليوم: لا تقم بعمل حتى عند الإمام وأنت عند الضريح الشريف متثاقل متناعس. لا تبقى عند الإمام وأنت غير مقبل، زر وانصرف. نعم، زر الإمام وأنت مشتاق لزيارته. الأولياء الصالحون يبقى عند الضريح بمقدار ما يشتهي، بالمقدار الذي يقبل، وإلا إذا ذهب الإقبال يغير من موضعه. المهم هذه